نجهز الطحينه بتاعتنا. على ما الكفته تجهز طبعا بنحتاج طحينه، شويه زيت وميه دافيه، اهم حاجه تكون دافيه، لا تكون سخنه ولا تكون ساقعه، وشويه خل وتوابل شطه وفلفل اسمر وكمون. المفروض كمان يكون معاها ليمون، بس رحت جبت ليمون امبارح اداني 4 ليمونات ب 10 جنيه، وكنا بعد الفجر ما بصيتش فيهم. المهم جيت حابب ابص فيهم لقيتهم مخرمين وبايظين خالص، فرميتهم وقلت ايه نعملها من غير ليمون. خلط كده التوابل الاول مع بعض كده، نحط التوابل بتاعتنا مش كتير برده يعني شويه صغيرين، بعدين نحط شويه ميه دافيه تمام وشويه زيت برده ما نكترش وشويه خل، ونقلب بقى كله كده ايه في بعض. وطبعا الطحينه دي بقى حسب ايه مزاجك انت، في ناس بتحبها تخينه، في ناس بتحبها سايده خالص، انا بحبها في النص، لا سايده خالص ولا تخينه، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت مش تخينه قوي يعني. وطبعا وانت بتقلب كده لقيتها تخينه قوي عايز تخفف شويه حط شويه ميه دافيه. نسيت الملح صحيح، المفروض نحط لها شويه ملح كمان. وادي هو ده القوام المطلوب للطحينه اللي انا بحبه. بسم الله. طعمها جميل، ناقصها الليمون بس، دي لو فيها شويه ليمون تبقى احسن بكتير. كده تمام الله ينور، كده الطحينه بتاعتنا جاهزه وزي الفل. صل على محمد، 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 صل على محمد.